بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني في فيديو جديد. في حاجة كده حبيت اتكلم معاكم فيها من ناحية هل ساعات كاسيو على موقع نون ساعات اصلية ولا تقليد؟ تمام. طبعا عشان انا اعمل سيرش قبل كده عن ساعات كاسيو او مشابه فبيظهر لي الموديلات. ماشي، في حاجات كده بالعين مجردة تعرف اذا كانت اصل ولا تقليد. يعني لو جينا هنا وبصينا، دي الكاسيو الحريمي ديت. بص على الكاسيو دي، نيجي نفتحها كده. الكاسيو دي عاملة 670 جنيه. واضح جدا من الصورة اساسا ان هي كوبي يعني حتى لا، يعني بص الصورة الارقام عاملة ازاي متداخلة في بعض. تمام. عامل لي السعر 670 جنيه وادفع على 3 دفعات، واخدة التقييمات بتاعتها 30 تقييم نجمة وأربعة تقييم اسمه ده 54 تقييم واخدين 5 ستار. تمام. واحد بيقول لك ليس ضد المية، طبعا ما هي مش أصلية. تمام. واحد بيقول لك كويس. في تعليق تاني بيقول لك ايه، منتج جيد جدا. ايه تاني كويس، منتج جيد جدا لا بأس بها مناسب لسعرها. فعلا هي بالنسبة لسعرها كويسة. سيء ممتاز جميل جميل ممتاز. طيب، اولا منتج زي ده مش المنتج الاصلي. هو مش كاتب لك ان هي اصلي. تمام. كاتب لك ساعة يد رجال مقاومة للماء، وكاتب لك بتاع كمية قليلة باقي 4 قطع. طيب، المنتج ده اتباع منه كام قطعة؟ ارجع كده تاني. المنتج ده متباع منه 121 قطعة. عايزين نتكلم بمبدأ كده اساسي، اللي هو سعر الساعة. هل الساعة دي اصلية ولا لا؟ طب هي مش اصلية. إيه اللي عرفنا انها مش اصلية؟ سعرها والصورة اصلا اللي نازلة، منظر الشاشة بتاعتها انها كوبي. ماشي. بالنسبة للسعر بقى اللي هو 670 جنيه ويتباع منها 121 قطعة. 670 جنيه دوت مش سعر الساعة الاصلي بتاتا. 670 جنيه، عايزك تحط في بالك كده حاجة معينة. شركة نون بتاخد من العميل اللي منزل الساعة. نرجع كمان خطوة. شركة نون بتاخد من العميل من التاجر اللي عارض المنتج بتاعه على الصفحة، بتاخد منه نسبة. نسبة في حدود 35%. تمام. يعني هو عرض الساعة بتاعته فخصمت منه اهي الساعة. خصمت منه 600 في حدود 35%. عامة هي دي كده عند تاجر. مادام كاتب لك هنا ماركت يبقى هي عند تاجر وهتطول معاك في الشحن. هنا كاتب لك اكسبريس، يعني المنتج في نون نفسها، يعني التاجر سايبه في مخزن في نون. طيب هو ماركت محل والساعة 670 جنيه. طيب انا تاجر وعندي ساعة ببيعها في المحل. يعني انت لو رحت الماركت ده، رحت المحل دوت للتاجر، مش هتلاقيه بيبيعها ب 670 جنيه. تخيل انت ممكن تلاقيه بيبيعها ب 350 جنيه او 400 جنيه. ليه؟ انت عندك نون بتاخد منه نسبة 35%. طيب، يعني بتاخد على 100 جنيه 35 جنيه. يعني عندك 400 جنيه بتاخد منه في حدود 140 جنيه. طب انا ببيعها ب 400 وانت تاخد 100 مني 140 جنيه غير اي مصاريف تانية. يعني انا مفروض اعرضها، ولو يكن لو انا عارضها ب 400 جنيه عندي في المحل عشان المندوب هياخدها ويرجعها والجو ده كله وعشان المرجع بحط احتمالية للتلفيات، المفروض ان انا ابيعها ب 600 جنيه او 600 ما هو برضو لازم يعرضها بزيادة عشان في ساعات مصاريف بتطلع 14% ضريبة على مش عارف 14% ضريبة تانية على الفلوس اللي عائد اللي هتجيلك على مش عارف ايه. فالرسوم عالية جدا. فهو ممكن يكون عارضها في الماركت عنده 350 او 400 جنيه، وده سعر الكوبي، وعارضها هنا على نون 670 جنيه. ثم انت يا باشا فرحان وتشتريها. طب انت ليه ما تنزل تحت وتدور وتشوف الاسعار وتسأل؟ يعني انت عندك زي كده دي يا باشا تبان ان دي نازله ب 1299 ودي نازله ب 1471. الفكره كلها ان اي تاجر بيحط السعر اللي يناسبه. تمام. تعال نخش على الساعه زي دي مثلا. على فكره نفس الصور، يعني برضو مثلا هي دي نازله بكام؟ ب 1471 جنيه. ماشي. تعال نشوف اللي جنبيها. راحت فين؟ الساعات راحت مني ولا ايه؟ ماشي، هنعمل عليها سيرش. لا هي موجوده.
احنا قلنا 1471. تعال نشوف اللي هي 1300. هتلاقي نفس الصور. تمام اهي، نفس صور الساعة، بس ان من الواضح الى حد ما ان الساعة اصلية لو من الصور، بس هي الصور متبقاش طبيعية عامة. تمام، كاتب لي ان هي ب1300 جنيه، ماركت محل. ماشي. هنا بيقول لي الوصفات بتاعتها، التقييمات بقى واخدة الفايف ستار 480 تقييم، والوان ستار واخد 259 تقييم. طيب منتج سيء للغاية، لا أنصح بشرائه. ده يشكك لي إلى حد ما المنتج مش أصلي، لأن مفيش حد خد منتج أصلي من كاسيو من يوم ما اشتغلت مع الشركة، ومحدش خده واشتكى منها بأمانة. خربت على طول، سيئة جدا، من سادس يوم انكسرت. ده يدل على حاجات معينة ان العرض المنتج مش الاصلي. طيب هي دي مشكلة نون بقى. انا دلوقتي كشركة نون انت جبت لي الساعة، انا مش هعرف كشركة، انا مش خبير ساعات اذا كانت دي الاصلية ولا مش اصلية. انا ممكن اجيب ام 300 جنيه عليا جملة واروح ابيعها لك ب 1300 جنيه. تخيل، تخيل حركة زي دي. هو بايع كام ساعة هنا؟ بايع لي 948 ساعة. 948 ساعة، في حين ان اغلبية التقييمات اللي نازلة هنا، التعليقات بتاعت الناس، اسبوع بس وخربت، لا تشترون لو بريالين، لا انصح بشراء هذا المنتج، سيء جدا، من 3 يوم انكسرت. تخيل ان ديت التقييمات. فدي مشكلة كبيرة. شركة نون مش هتعرف تقيم لك اذا كانت الساعة دي اوريجينال ولا لا. هو يا باشا كلهم شبه بعض. يعني انا مؤخرا في الفيديوهات الاخيرة هتلاقي فيديوهات ليا ازاي اقيم ما بين الساعة الكاسيو الاصلي الرجالي الاصلي من التقليد. الموضوع بقى شق عليا انا شخصيا يعني بقيت ادقق زيادة عن اللزوم عشان اعرف اذا كانت الساعة اصلي ولا لا. كنا الاول بنعرفها بسهولة جدا. فانت تتخيل يكون انت دافع 1000 وي في ساعة كوبي، دي مصيبة. تعال بقى انا اكلمك من ناحية تانية بقى. لو هي اصلية، دي حق انه يبيعها ب 1300 لسبب. انت عندك شركة نون بتبقى شريكة معاه في الساعة. يعني انا الساعة دي مثلا في محلي ببيعها حاليا ب 850 جنيه، والجو نام شوية ولقيت الناس زي كده متجهة على نون، وفي مشتريات بنسبة عالية جدا 948 جنيه. 948 شخص اشتروها. طيب انا قلت اروح اعرضها انا زي ما انا بعرضها في المحل 850 جنيه. تعالى بقى لما تيجي شركة نون تقول لي انت هناخد منك نسبة 35%. طيب انت عندي الساعة 850 وانا ربحان فيها، يا عم قول ربحان فيها 100 جنيه. تمام. وهو دلوقتي عرضتها عندهم وقال لي هناخد منك 35%. يعني هياخد مني على 850 جنيه 300 جنيه. تخيل، لما ياخد مني 300 جنيه على الساعة. ده حلال ولا حرام؟ ما يرضيش ربنا طبعا. هضطر انا اضيف ال 300 جنيه دول على ال 850 اللي انا كنت ببيع بيهم الساعة. تمام. يبقى كده انا هضطر ابيعها ب1147 جنيه، اللي هم يعتبروا 1200 جنيه. يعني اللي هو مثلا زي الساعة اللي احنا قلنا عليها قبلها هنا بالظبط. نرجع خطوة. هنا كان في حد عارضها بسعر زي كده اهو، 1099 جنيه. تمام. وانا بقول لك هنا كام؟ 1147. هيضيف له اي رسوم عشان احتمال يزودوا عليه في الرسوم فيضطر يزود في سعرها، في حين ان انا عندي في المحل ببيعها ب 850. يعني انا نفسي لو فكرت اشتغل مع نون، الساعة كاسيو ب 850 جنيه هضطر اعرضها على نون بمبلغ اكتر من كده. طب انا لو ما عنديش ضمير ولقيت ان مفيش مراجعة اصلا على الساعة اللي بتروح لهم، طب انا اعمل ايه وقتها؟ وقتها ممكن اروح اجيب ساعة اللي جملتها 400 جنيه، واقول له خد يا باشا ب 800 جنيه. الناس هتيجي تخش على موقع نون، هتحس ان سعر كويس زي 670 جنيه دي، او دي مثلا بقولك 990 جنيه. تيجي نبص عليها، دي ب900 نفس الصور. تمام. والصور زي ما قلت لكم مش دليل، لان الصور دي كلها عادي، انا كتاجر بحط صوري. يعني ما بشترك مع نون بحط صور اللي انا عايزها. فبيقول لي انت لو مش عارف ايه دلوقتي ب990 وهتوفر 510، ده يعني ممكن اكتب لك توفر 100,000 جنيه. ده انا اللي بكتبه عادي جدا. فهنا المشتريات 95 قطعة من المنتج دوت، فاضل واحدة بس.
بيقول لي رائق، جودة المنتج ممتازة، الساعة سيئة، وتدخل مية. تدخل مية دي اكتر حاجة تشككني في الساعة انها مش اصلية. تمام. وهو برضو ان هو يقول لي ان الساعة ب 990 جنيه، يعني ب1000 جنيه، يعني يشككني. وبرضه ما يشككنيش يعني من ناحية ان هو جايز يكون جايبها بسعر قديم وحاطط في مخزن، مخزن نون. احنا مثلا ممكن اجيب لي 100 قطعة ساعة واحطهم في مخازن نون وهم يعرضوها لي، تمام، واحط السعر اللي يناسبني. فجايز هو يكون لسه ما جابش المنتج، يعني ما زودش في المخزن، فما تابعش السعر الجديد عادي عشان ما اظلمهوش. بس كلمة ان هي دخلها مية دي تشككني ان هي مش اصلية. عندك 49 تقييم 5 ستار، وعندك 19 تقييم 1 ستار. تمام. ف الخلاصة من الحوار كله عشان ما اطولش عليكم، عايز ساعة شعبي، ساعة اي كلام، عايز ساعة اصلي اي حاجة، انزل يا باشا زي الجدع كده، شوف لك مكتبة حلوة ولا اي محل ساعات او اكسسوارات او هايبر او مشابه، واشتري منه. تمام. وكل ما تشتري من مكان ايجاراته مش عالية، تمام، هتلاقي السعر انسب ليك واحسن ليك، وتكون ناس بتراعي ربنا. لكن انت نون دي انا بعتبرها كأنه انا فاتح محل فيها، داخله معايا شريك يا باشا ب35%. يعني قرابة 50% من السعر اللي ببيع بيه. يعني ما بيقول لي 35% من مكسبك، لا، 35% من المبلغ الكلي. تمام. فدي انت، ده ساعات بتوصل ل40%. يعني انت حسب انت عامل ايه مع الموقع او بتعرض ايه. فانا بكلمك انت لو عارض الساعات ديت بتشاركك بطريقة كبيرة جدا. فانت لما تيجي تخش على موقع زي كده حط في بالك النسبة دي. عندك عارض لك هنا الكاسيو الحريمي ب980 جنيه، برضو دي مش الأصلية. لا، إما برضو زي ما قلت لكم ممكن تكون معروضة من زمان، ولك بخصم بدل 1520. فكوكم من الاسطوانات ديت ماركت محل هو اللي عارض المنتج. جايز يكون عادي برضو، جايز يكون محل ولسه لا يفقه شيء في حوار البرنامج، وبتصدم في الآخر لما بيروح ياخد الفلوس. تمام. بس في عندك 49 تقييم، يعني داخلين على 50 تقييم واخد 1 ستار، فمعناه ان المنتج مش كويس. بيقول لك سيء جدا. في بس تقييم هنا كاتب لك أصلية، منتج سيء جدا. آه، بعض وضعها في الماء واخرجتها تم مسح الأرقام. انت متخيل؟ فهي مش أصلية خالص. بفكر أعرض على نون ليا منتجات برضو، بس للأسف أنا مش متشجع من ناحية إن أنا هزود على الناس كتير جدا، ودي أكتر حاجة بستحرمها يعني بالنسبة للمنتجات. هنا عندك كاسيو دي ب2998 جنيه، دي سكيمي ب900 جنيه. الأسعار برضو أنا ممكن مثلا يعني هدينا كاسيو أنا عارف سعرها فقلتلكوا تسعيرتها ساعة زي دي 350، دي اللي هي السمارت، تعبانة منصحش حد بيها. إيه، فكر وانزل عاين شغلك احسن في محل. حتى لو طلع المنتج سيء هتعرف ترجع له، او هتعاين الحاجه قدامك هتقول له. يعني انا لما كان يجي لي زبون زي كده بروح اجيب له برطمان ميه وارمي له الساعه فيها، واقول له عايزك تقعد ساعه هنا جنبي مفيش اي مشاكل، لو هو مش مقتنع لحد ما. لكن غير كده بنصح اي حد يعني بلاش نون، وانزل اشتري من اي محل. متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.